احنا ما عندناش دخل اصلا. يعني احنا المعاش ما خدناهش. يعني هيوصلنا لغايه وين الباشا ده؟ احنا السيسي كنا مترشحين لو منتخبينه عشان يريحنا، انما كده هيولع فينا النار. احنا خلاصة الكلام احنا طالبنا بالسيسي عشان هو منظومه جامده، هو اللي يعرف ينظم الاسعار. هو ما عملش حاجه، هو رفع كل حاجه وتعب الناس، تعب جامد. الحل مع السيسي يا ابو هو اللي غلب كل ده. السيسي عشان الاسعار تنزل مش عشان الاسعار اروح مدارس صحيه يقول لك لا الشارع من ابو. يعني الناس انتخبتهم وفوضتهم بناء على ايه؟ يخرب بيتهم ولا يبقى معاهم؟ غلى علينا الجاز والزيت والبنزين والكاوتش والبطاريه ومواد البناء والاكل والشرب. انا جاي من امبابه ماشي، جاي من امبابه ماشي، قسمت يمين بالله جاي من امبابه ماشي، بلاقي جنيه ونص اركب فيه. دلوقتي المواصلات غاليه، السلع التجاريه غاليه، الاكل غالي، الناس ظروفها تعبانه. انت قلت نزل 10%، حضرتك انزل على وصلات النور في العشوائيات وشوف كهرباء مرفوعه كام، 50% و60%. وانخفاض المرتبات ولا تعيينات ولا معاشات ولا ادخارات، بس كل فلوس اللي بيجي يوزعها على نفسه ويوزعها على شويه العساكر اللي معاه وشويه اللي بتوع الشرطه وبتوع القضاء. لكن بقيه الشعب ياكل طوب. كل عمري ما امشي الفقراء، اول حاجه عملها ذبح الفقراء. الرئيس السيسي نفسه عشان هو اللي ماسك الدوله، احنا رحنا انتخبناه، كل حاجه فوجئنا ان كل حاجه بقت 20 و100. كل حاجه ولعها في وقت واحد وكل حاجه صعبها في وقت واحد. وانا دلوقتي واحده من ضمن الناس بضرب نفسي 100 جزمه ان انا رحت انتخبت السيسي، لان هو يا ريته حتى خدها خطوه مع الشعب، لا ده ولعها مره واحده من كل ناحيه. علينا وعود ومصر هتبقى قد الدنيا وكل يعني نيجي نبص شويه بشويه عامل لنا خراب وعامل لنا نصيب. ده بيقتلونا، احنا ما حدش يقول لنا سياسه واخوان ومش اخوان، دي اكل عيش وارزاق ناس، مش هينفع. هم ليه يفترضوا ان الشعب ده ميت؟ اعمل ايه؟ اسرع، ابيع مخدرات، ابيع برشام، اجيب عيالي واتسول بيهم. بيت عندي ولدين صغيرين ادفع 150 جنيه كهرباء، حرام ولا حلال؟ 150 جنيه كهرباء ادفع، ميه ادفع كل شهر 30 40 جنيه، مش عارف مواصلات انا ومراتي فندفع لنا كل شهر 300 جنيه. انا كده بس لسه ما كناش ولا شربنا، مواصلات مصاريف توصل لحد 1200 جنيه. طب والاكل والشرب هنوصل لكام؟ هنوصل لكام؟ طب وانت اديتنا ايه؟ احنا اديناك كل حاجه، انت اديتنا ايه بقى؟ انت اديتنا ايه؟ وعود وعدتها لنا وما نفذتش ولا وعد من كلامك. قلت انا تتقطع ايدي لو مديتها على ايد على اي حد من المصريين. طب ماشي يا سيدي، ما انت مديتها اهو، ما انت غليت علينا كل الاسعار، انت غليت عليا كل الاسعار، انت كده كدبت في كلامك. فين وعودك وفين كلامك؟ فين وعودك وفين كلامك؟